اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى هعمل معاكم كده وصفه حلوه قوي تنفع للفطار للعشاء، وهي بسكوت اليانسون. من احلى واطعم الحاجات اللي ممكن تعمليها، حرفيا ما بتاخدش وقت. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا معانا في الوصفه. اول حاجه معايا بوله هحط فيها 4 بيضات، معايا كوبايه الا ربع من السكر. والسكر هنا كوبايه الا ربع ده بيبقى مظبوط قوي، يعني ممكن تقللي براحتك وممكن تزودي، بس هي كوبايه الا ربع بتخليه مظبوط معاكي. وهنا بقى النهارده هنشتغل بالمضرب الكهرباء كده لغايه السكر ما يدوب معانا ويفتح. ولو ما فيش عندك مضرب كهرباء ممكن تشتغلي عادي بالمضرب اليدوي لغايه بس اللون ما يفتح معاكي والسكر يدوب. هنا بقى انا نزلت بنص كوبايه زبده على زيت، بس التليفون قفل في الحته دي فما جاتش التليفون قفل يعني وما خدتش بالي، فمعلش. فعادي ممكن تنزلي بالمقدار بقى كله زيت بس، وممكن تنزلي بزبده على زيت كده بيدينا طعم حلو وبيدينا في نفس الوقت القرمشه. هنا بقى هنزل بكوبايتين كده ونص من الدقيق، واهم حاجه ان احنا بننخل الدقيق كويس. انا بحط شويه شويه نخلهم كده بالشكل ده، وهنزل بمعلقه كبيره بيكنج باودر. هنقلبهم بقى كده تقلبتين عشان نعرف ان احنا نضربه. وهنا هنزل بنص معلقه صغيره من الملح، بديله تقليبه كده عشان هضربه بالمضرب معايا الكهرباء. احنا في الوقت ده كده مش هنضرب كتير لغايه بس ما نتاكد ان مفيش تكتلات في الدقيق او اي حاجه وكله داب معانا. هنبتدي بقى نحط اخر مكون معانا، هو طبعا اليانسون. ده بيدينا طعم حلو قوي، بيبقى طعمه عامل شبه الفرن اللي احنا بنجيبه من الفرن بالظبط. فلو عايزه تقللي الكميه ممكن تخليها معلقه مثلا، بس لو انتي مالكيش قوي فيه ممكن تخليها معلقه بس كده بيبقى طعمه حلو قوي. واهم حاجه واحنا بنقلب نقلب كله في اتجاه واحد عشان ما نطلعش منها الهواء. وهنا بقى معايا صينيه دهنها دهنه كويسه من الزيت، وهننزل بالخليط كده كله معانا. وهندي في الاخر كده الصينيه ضربتين، وهندهن ايدينا كده دهنه من الزيت، ونسوي الوش بتاعها من فوق. لو في يعني لو في حاجه حته اعلى من حته سويها بايديكي قبل ما تدخليها الفرن. في الوقت ده ببقى مشغلاها الفرن على درجه حراره 180، بتقعد في الفرن من 25 دقيقه ل 30 دقيقه وبتبقي متابعاها. واول ما بتحمر معاكي كده وبتاخد اللون ده بتطلعيها من الفرن، تسيبيها تهدى شويه وبعد كده تقلبيها على صينيه تانية وتبتدي ان انتي تقطعيها. طبعا لو انت عاملاها في صينيه مربعه التقطيع بالنسبه لك هتبقى اسهل، بس انا عشان ما كانش عندي في الوقت ده فعملتها في الصينيه اللي هي المدوره، فحاولت ان انا انسق شكلها على قد ما اقدر يعني. فرفعت التقطيعه بتاعتها شويه كمان عن ما كنت بقطعها معاكم، وحطيتها في صاج مدهون دهنه كويسه من الزيت. هدخلها على فرن بقى درجه حراره من 150 ل 160 لغايه ما تاخد معاكي لون موحد بالشكل ده. تبتدي ان انت تطلعيها وتسيبيها خالص، يعني تسيبيها بتاع 10 دقايق كده قبل ما تنشف معاكي، وتبتدي بقى بعد كده ان انتي تقدميها. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت عامله لكم اللقطه دي بصوت عشان تسمعوا يعني كميه القرمشه اللي هي فيها، بس الصوت ما كانش واضح خالص معايا. بس عايزه اقول لك ان هي طالعه مقرمشه وطالعه طعمها وريحتها خطيره وهشه كده. اتمنى انتوا تجربوها بنفس الطريقه دي، هتعجبكم قوي. لو الفيديو عجبكم متنسوش بقى تعملوا لايك ومتابعه في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هتوحشوني كتير.